السلام الدراري، واش واجدين نهضموا واحد الجزء من الطفوله ديالي وديالكم؟ ما كاينش فينا اللي ما تفرجش في السنافير، ولا واحد فينا كان عنده شي سانفور اللي هو القدوه ديالو. اما كاين اللي عزيز عليه سانفور مقروط ولا بابا سانفور ولا سانفور قهوه. القصه اللي تفرجت فيها انا وانت هي شرشبيل المشعوذ كان عايش في واحد القلعه في جناب الغابه، والهدف ديالو هو يشد واحد الكائنات الزرقين اللي هما السنافير اللي كانوا ساكنين في واحد الديور من الخطر وسط قريه، وهاد القريه كاينه وسط واحد الغابه. كانوا عايشين بخير وعلى خير ومعاونين بيناتهم. كل واحد منهم عنده الصفه اللي تميزو على الاخر، وهذيك الصفه اللي عنده هي سميتو. حيت كاين سانفور الحاكم اللي هو بابا سانفور، وكاين اكبر واحد تقريبا عنده 400 سنه، والسنافير الاخرين عندهم 100 سنه. كان تيلبسوا واحد القبعه حمراء، وعقل معايا مزيان على هاد القبعه الحمراء حيت غادي تعرف معايا الحقيقه ديالها. وكاين سانفور المفكر والرسام والعبقري والمغرور اللي ديما بعد عليهم، وكاينه سانفوره اللي بوحدها بنت وسط دراري. وحنا كاملين كنا ما كنحملوش شرشابيل اللي هو داك المش ديالو، حيت ديما كان هو خايب وما مزيانش، والسنافير كانوا زوينين وما فيهمش الشر. ولكن الا قلت لك هذا الشيء كامل اللي قلنا ماشي هو القصه الحقيقيه، هذا الشيء غير كذوب، والحقيقه مختلفه بزاف والعكس ديال هذا الشيء اللي تتصور. اجي تسمع معايا القصه الحقيقيه. غادي نرجعوا للقرن 13 ميلادي في اسبانيا، من واحد الدري صغير من واحد العائله فقيره تخلات عليه امه وحطته قدام باب الكنيسه. شدوه ورباوه حتى ولا كاهن ظريف وعزيز عليه يدير الخير، وباغي يحيد جميع انواع الشر اللي كاينين في العالم، لدرجه ان الملك عزرائيل نزل من السماء باش يعاونو، وكان على شكل مش، وهو داك المش اللي معاه اللي ديما تيكون معاه باش يشد معاه السنافير. والسنافير هما في الاصل اشباح شريره كتمثل الخطايا السبع في الانجيل، وهي الجشع والشراهه والكسل والغرور والحسد والغضب والشهوه اللي كتمثلها السنفوره. عقلوا كيفاش كانت كيبغيوها السنافير وعزيزه عليهم. الجشع كان تيمثلو سنفور طماع، والشراهه تعني كبير الكرش كما كنقولوا حنا، وكان تيمثلها سنفور الاكل. الكسل كان تيمثلو سنفور كسلان، وخطيئه الغرور كانت واضحه مزيان في سنفور المغرور. والغضب كان تيمثلو سنفور غضبان، والحسد كان تيمثلو سنفور الفضولي اللي كان باغي يعرف كل شيء. دابا اجي شوف معايا راس الحربه اللي هو بابا سنفور، وديك القبعه الحمراء ديالو اللي كانت كتميزو بزاف على السنافر الاخرين. كان تيمثل الشيطان الاعظم، كان تيمثل الشيطان الاعظم اللي تيتحكم في الناس وفي الغرائز ديالهم وفي الخطايا ديالهم. والقبعه كانت تعني قرون الشيطان الحمراء وجهنم، يعني بابا سنفور هو ابليس. وفي القديم كانت هذه هي القصه الوحيده والحقيقيه اللي معروفه بين الناس. راهب ظريف كيحارب كائنات شريره زرقاء وهي الخطايا السبع. حتى جا الكاتب بير كلوفر وكتب هذه القصه، وكان الهدف ديالو هو الاطفال. وقبض الكاهن الظريف ردو شرير وساحر، والكائنات الشريره اللي كانت تمثل اسوأ الصفات البشريه اللي جميع الديانات باغي تخلص من هذه الصفات. كانت هذه هي الكائنات السنافر، مسالمه ومظلومه، وهذا الشيء كامل باش يسيطر على عقول الدراري الصغار. بلاصه الدري ما يتجنب الكسل والغضب والغرور والحسد والشهوه، ولاو الاطفال الصغار باغيين يوليو بحال السنافر، ولا كل دري عنده شخصيه هي المثل ديالو وباغي يولي بحالها. اذا هذه الرسوم اللي كان تيضحك الدراري الصغار وينشطهم هو في الاصل غير الافكار والوعي ديالهم بلا ما